لكن لم يعني يظهر الأمير فيصل بن تركي بعد مباراة الهلال والنصر أو النصر والهلال، لم يظهر بردة أو بتعليق رسمي على الأقل يبني صورة ردة فعل النادي. لا احنا الحمد لله يا وليد دائما ما نراجع نفسنا قبل لا نطلع في الإعلام. هذه استقيناها من كلمة الأمير سلطان بن فهد الله يسلمه، انه افضل ما يكون واحد معصب ويحكي في الإعلام دايركت. بس ودي تعطوني فرصة على كم نقطة وبعدين الأسئلة. أبدا الوقت لك، تفضل سمو. لاحظوا كيف كانت أعصاب وأخلاقيات مدير فريقنا وكيف كان العكس من مديرهم والنتيجة 4-0. طبعا احنا نتذكر وش قال سامي الجابر البارح في القناة الرياضية، يقول عن الحكم خليل جلال اللي هو بيمثلنا في كأس العالم، اوكي، انك تنزل لازم يكون عندك شرف، وانه هو مبيت النية للهلال، وهذا كانت في القناة الرياضية السعودية. فهذا كلام يعني ما ينقال في إنسان مسلم سعودي. احنا مدربنا اوقف 8 مباريات مجرد اشارته بقصة الرشوة، فكيف انت تقول ما عندك شرف؟ هذا شيء يمس فيه وفي عائلته. فهذا كلام ما نتوقع يطلع من كابتن يمثل المنتخب السعودي، لكن التعصب وصل حده صراحة. فلذلك يجب ان يوقف الانسان عند حده على هالكلام الغير مرضي. اكيد غير مرضي للامير سلطان والامير نواف انه مدير كرة يتحدث بهالحكي. الحمد لله احنا عندنا مدير كرة محترف يحسب كلامه دائما. طيب سمو الامير، في رايك الحكم خليل جلال هل تعرض فريقك لظلم منه في المباراة؟ والله في اخطاء كبيرة من الحكم خليل جلال، لكن الحكم يخطئ. عندك الكابتن محمد فوده موجود يخطئ في اشياء تقديرية، لكن مو اننا نمس شرف الحكم في مواضيع كرة قدم. ما اصبحت كرة قدم. سمو الامير ماذا قال؟ الامير فيصل بن تركي بن ناصر، سمو الامير ايش اللي صار بالضبط؟ والله ابدا لعبنا مباراة حلوة، لكن انا اعتقد هذا حكم والله ما ادري من هو عنده اشارة دولية اتوقع. هذا المفروض يعطونا اشاره والله ما ادري وشو، يعني حكم انا ما قد شفت التحكيم بهالطريقه، يعطي لاعب من لاعبينا كرت احمر واخلاقيا حكم دولي زي ما يقولون يقول للاعب ارجع لبلدك احسن. هذه لازم ترفع رعايه الشباب هالحكي هذا، والحكام هذول اللي ما يعرفون الاخلاق. اذا الحكم ما يعرف الاخلاقيات ويقول للاعب التونسي ارجع لبلدك افضل، هذا منطق هذا؟ يعني انا اعتقد اخلاقيات الحكام يعني وهذه كرة ينطرد فيها اللاعب. انا اعتقد انه هذا خصوصا هذا الحكم من اللستة اللي قالها الامير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال. هذا اعتقادي انه من لستة الرشاوي، وانا اقولها ولا علي من احد، لان هذا حكم لنا مليون مباراة، وكل مباراة يحكم للنصر يطلع فيها أسوأ وأسوأ وأسوأ. فأنا ما أدري، يعني يقولون الحكم السعودي هذا لا أعتقد ينتمي كحكم سعودي. حكم لا يمت للصلة بأخلاقيات السعوديين. اللي يجي يقول لاعب من لاعبين نادي النصر عربي يقول له ارجع لبلدك، هل هذا منطق هذا؟ أنا أعتقد أنه الحكام السعوديين إن شاء الله فيهم الخير، لكن حكم زي هذا اسمه خليل جلال هذا المفروض يشطب من التحكيم كاملا، مش حتى سنة أو 6 شهور. هذا حكم أنا أقول لك يعني من أسوأ الحكام اللي قد شفتهم في حياتي. يعني هل من الأخلاقيات أرجع أرددها، هل من أخلاقيات الحكم، وهذه لازم يصير فيها تحقيق من أخلاقيات الحكم يقول لاعب ارجع لبلدك أفضل. ألفك مبروك لك الفوز. الله يبارك فيك. وحقيقة الفوز كان المفروض يكون أكثر من كذا، لكن ما شاهدناه اليوم 22 سنة ما حكيت عن التحكيم. أنا أتمنى أن البركان هذا ما ثار اللي في ايسلندا فقط. شو اللي صار بينك وبين خليل جلال؟ ما في. خليل جلال كان بيت النية طرد الفريدي من الشوط الاول في كرت اصفر غير مستحق للفريدي، فقط انه طالب قال المفروض يصير، فقام يأشر ويعطي كرت اصفر. هذا واحد. الشيء الثاني التدخل ما كان تدخل مقصود ولا يستوعب. الشيء الثالث فيجارو كان يستحق الطرد، لو حصلت من رادوي ضد فيجارو والعكس كان رادوي الان في محكمة دولية بعد مو مطرود. المهم انه في شيء عامل مساعد، انه هذا الحكم ما عنده جراءة. هذا المسمار الاخير اللي دق في نعاش التحكيم السعودي، لان كنا نعتقد ان الحكم زي هذا الدولي وراح يروح كاس عالم يطلع بهالشكل هذا. ما اعتقد انه الشكل هذا يرضي، انه احنا اتمنى انه يراجع نفسه ثم يروح الى كاس العالم او لا يروح كاس عالم. طب هل في اعتراضات لك للكابتن جلال؟ ربما بعد الاعتراضات هذه فكر انه يعني يقول الكابتن سامي يعني كرت احمر. لا، انا جيت قلت اول شيء
لما تبيت النية، واحنا قلنا بين الشوطين واضح انه يدور اي لاعب يعطي اصفر من غير مبرر عشان يعطي اصفر ثاني حتى من تدخل عادي، وهذه يحسب انه فهلوه احيانا من التحكيم. الحكم الاوروبي لما يجي لا يعرف لا هلال ولا نصر، مو بساعدك بعاطفتي، انت ما انت بجالس استراحه ومايل الفريق وتبغى فريق، لا يجب انك تنزل وعندك شرف روح تبغى تعطي النتيجه 10-0 اعطينا حقنا يا اخي، في كروت في فاولات تعطي حق، لكن تمشي عشان حرام الفريق هذا 3-0 او من جواتك انت تحاول تساعد عشان تقرب النتيجه لانه في مباراه ثانيه. لكن على العموم احنا اليوم فزنا وكانت المفروض الفوز هذا يكون اكبر من كذا، لولا انه نتمنى ان البركان يوم 2 مايو انه يخمد عشان يرجع لنا حكم اجنبي. هل نستطيع ان المباراه القادمه يعني حسمت للهلال؟ لا ما في شيء محسوب، لو فزنا 5-0 احنا محترفين ننزل ونفكر بتفكير احترافي. المباراة شفتها مسيطرين عليها حتى بعد طرد سجلنا هدف، يعني في كل الأحوال الحمد لله عندنا ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى في أنفسنا ولاعبينا وجهازنا التدريبي. بس مشكلة أنه اليوم صراحة كنا يعني أنا بالنسبة لي قبل المباراة حتى تصريح إعلامي مشهود قلت فيه بالحرف الواحد أنه أتمنى أنه اليوم خليل جلال يعيد اكتشاف الحكم السعودي لأنه محتاج الحكم السعودي، لكن أعتقد أنه دق المسمار الأخير. شكرا لك.